عمرك لاحظت إن في حاجات كتيرة نفسك تعملها بس عمرك ما بدأت في أي حاجة منها؟ مش علشان أنت مش عايز تعمل كده أو مش علشان أنت مش عايز تبدأ، لكن علشان أنت خايف إنك تبدأ. الغريب إن أغلب الناس مش بتفشل، أغلب الناس أصلا هي محاولتش تبدأ وما جربتش تبدأ علشان تفشل من الأساس. إحنا متعودين نفكر إن الفشل هو أسوأ حاجة، بس لو جينا فكرنا فيها هو أسوأ حاجة فعلا إننا أصلا ما نبدأش. هو إحنا يا ترى ليه ممكن نبقى بنخاف نبدأ أصلا؟ الخوف مش دايما بيبقى واضح، الخوف ممكن يجيلك في شكل صور كتير. الخوف ممكن يجيلك في شكل تفكير زيادة، تقعد تفكر هو أنا لو عملت كذا إيه اللي ممكن يحصل. ممكن مثلا تفكر الناس ممكن يقولوا عليا إيه. الخوف ممكن يجي بشكل تأجيل. التأجيل نوع من أنواع الخوف، إن أنت كل ما تأجل الحاجة ده دليل إن أنت أصلا خايف تبدأها، خايف إن أنت تبدأ وتفشل فيها. ممكن يجي في شكل أعذار، تفضل تحط كل شوية عذر. النهاردة في عذر، أصل معرفش نازل، أصل إيه، هبدأ بكرة كده، فشكل أعذار، شكل تأجيل، شكل تفكير زيادة. بتفضل تحط في أعذار شكلها منطقي إنما هي مش سبب قوي إن أنت متبدأش عشانه. المشكلة فينا إن إحنا دايما بنستنى اللحظة المثالية، بنستنى اللحظة المناسبة اللي هي أصلا عمرها ما بتيجي. بنستنى الوقت المناسب، بنستنى الحالة النفسية المناسبة إن أنت تبقى رايق. بنستنى الإمكانيات الكاملة، ودي أكتر حاجة شائعة وسطنا يعني. تبقى مستني مثلا عايز تبدأ محتوى، مستني تجيب المايك، مستني تجيب الكاميرا، مستني تجيب اللابتوب اللي هتعمل مونتاج عليه، مستني كل حاجة تجيلك علشان أصلا تبدأ. بس خليني أقولك بصراحة، اللحظة المثالية عمرها ما هتيجي. اللحظة المثالية وإن أنت تبقى كل حاجة متوفقة لك إن أنت تبدأ، عمر ما ده هيحصل غير لما أصلا تبدأ. لو بصيت على كل الناس اللي نجحت هتلاقيها بدأت وهي لازم يبقى ناقصها حاجة. يا إما ناقصها خبرة، يا إما ناقصها فلوس، يا إما ناقصها حتى دعم من الناس، يا إما ناقصها إمكانيات. كده كده هتلاقي مفيش حد بدأ كان كامل في كل حاجة. إحنا مش بنخاف نفشل قدام نفسنا، إحنا بنخاف نفشل قدام الناس. مستني الناس يقولوا إيه، هيضحكوا؟ طب ما يضحكوا. هيحكموا؟ طب ما يحكموا. هيتجاهلوا؟ طب ما يتجاهلوا. ايه المشكلة في ده؟ ماما كده كده الناس بتضحك، كده كده الناس بتتجاهل، كده كده الناس بيحكموا من غير ما انت اصلا تقدم حاجة. بس خليني اسألك سؤال مهم، وده مهم ان انت تجاوب عليه اجابة صريحة. هو الناس اللي انت خايف من رأيهم وخايف ان هم يضحكوا وخايف من الكلام ده كله، الناس دي هتعيش مكانك؟ الناس دي هتوصل لحلمك اللي انت عايزه؟ اكيد لا. في ناس شايفة إن هي لو بدأت في حاجة وفشلت يبقى هي كده فشلت خلاص كشخص، هو كده فشل في حياته، اللي هو ملهوش نجاح تاني كده خالص. وده يعني حاجة غلط وأكبر كذبة طبعا. لأن النتيجة مش أنت، الغلط مش تعريفك، الغلط دليل إن أنت حاولت، وده لوحده كفاية، والمحاولة شجاعة. خليني أقول لك جملة ممكن تغير تفكيرك: ابدأ وأنت مش جاهز، ابدأ وأنت مش كامل، ابدأ وأنت ما عندكش الإمكانيات الكاملة، المهم إن أنت تبدأ. ابدأ وأنت خايف، ابدأ وأنت متلخبط، ابدأ وأنت مش فاهم في كل حاجة. المهم إنك أصلا تبدأ وتاخد أول خطوة. لأن الوضوح عمره ما بيجي قبل البداية، الوضوح بيجي بعدها. مثال بسيط: هو انت اول مرة جربت تمشي مشيت؟ اول مرة جربت تنجح، يعني تنجح في اي حاجة عرفت تنجح فيها؟ لا طبعا. اول مرة جربت تتكلم اكيد غلطت. اول مرة جربت فشلت. ايا كان ايه الحاجة اللي انت جربت فيها.
بس لو كنت استنيت تبقى كامل عمرنا ما كنا وصلنا لأي حاجة. الخوف مش علامة إنك غلط، الخوف علامة إن اللي قدامك مهم. وأكتر حاجة الخوف بيكرهها إنك تتحرك، إنك تاخد الخطوة الأولى. ابدأ وأنت خايف، لأن الخوف مصيره هيروح، إنما الندم هيفضل قاعد معاك، وهتفضل تندم طول عمرك على لحظة واحدة ضيعتها، وعلى يوم ضيعته. ويمكن أسوأ إحساس إنك كنت عارف إنك تقدر تبدأ، بس ما عملتش كده وما بدأتش.